هي هيونداي الانترا الجديده؟ ممكن تكون اول مره تشوفها في الفيديو ده، والحقيقه ان انت دي اول مره تشوفها، بس هتشوفها كتير بعد كده. ليه؟ لانها الانترا. بس العربيه دي مختلفه عن اي عربيه ثانيه من الانترا. دي عامله زي المفاجاه الحلوه، المفاجاه بتاعت ان امك بتقول لك انها جايبه لك عروسه صالونات وانت مالكش مزاج تروح خالص، وشفت صوره البت مع امك وما عجبتكش، بس لما رحت لقيت شكلها حلو. العربيه دي صورها على النت ما كانتش حلوه خالص وما كانتش عجباني خالص، والحقيقه ان انا ما عجبتش بشكلها غير لما شفتها. فالنهارده عايزين نجرب سي ان 7 الفيس ليفت الجديده ونشوف مختلفه قد ايه عن العربيه اللي قبل كده، ولو ان الانترا ما بتختلفش كتير عن اللي قبل كده يعني، بس برضه هنتكلم عنها في العصر اللي احنا فيه دلوقتي ده. اخر مره جربت العربيه دي كان سعرها بيبدا من 330 الف جنيه لغايه 490 الف جنيه. 490 الف جنيه دي كانت الفئه الغاليه، كانت الفئه اللي هي بتاعت يا ترى مين بيشتري الانترا بالسعر ده. دلوقتي احنا في ظروف استثنائيه شويه، والمفروض ان انا دلوقتي في المرحله دي من الفيديو بقول لك العربيه دي فئتها قد ايه واسعارها بتبدا من اللي فين. بس مش هقدر اقول لك ده ليه؟ لان العربيه دي ملهاش سعر رسمي لغايه دلوقتي. العربيه دي متوفره في المنطقه الحره كمبادره، او ممكن تلاقيها موجوده في المعارض بره، وفي اختلاف بقى في الاسعار، يعني حسب بقى المكان اللي انت هتروح هتشوف بيبيعها بكام، فانت ممكن تسال عليها وتعرف سعرها بكام. بس هي اظن يعني انها بتلعب في الرينج بتاع 1.5 مليون او يزيد او ينقص، مش عارف بصراحه. يعني انا اخر مره سالت عليها كان قبل ما الاسعار تبدا تنزل خلال الفتره دي، ومعرفش وصلت دلوقتي لغايه فين. بس فالنهارده هنتكلم عن الانترا عموما، يعني هنتكلم عن النسخه المحسنه دي عموما كده. انت لو عجبك سعرها تيجي تشوف الفيديو وتشوف تشتري العربيه دي ولا لا، لكن لو ما عجبكش سعرها يبقى خلاص الفيديو ده ملوش لازمه بالنسبه لك. فخلينا نتكلم عن العربيه بالتفصيل، ونتكلم عن الاربع فئات بتوع العربيه من واقع المواصفه بتاعت العربيه. المهم بقى لو انت يعني عايز تعرف الاسعار بتاعت الفئات دي عامله ازاي في السوق، او عايز تعرف متوسط اسعارها بتتغير قد ايه في السوق، ممكن تتابعها من موقع. هتلاقي هم بيحدثوا الاسعار يوميا، فهتلاقي اللينك بتاعهم موجود تحت الفيديو، وممكن تتابع من الاسعار. ولو جبت العربيه دي او جبت اي عربيه ثانيه وعايز تحميها ضد الخدوش والرمله والحاجات اللي بتحصل في الدهان وبتبوظه وعوامل التعريه، ممكن تبص على الفيديو بتاع كاربرجيني وتبص على الصفحه بتاعتهم وتعرف اكتر عن افلام الحمايه وازاي تحمي عربيتك. يلا بينا نتكلم عن الانترا الجديد. من غير فزلكه كتير، الاختلاف الاساسي والرئيسي في العربيه السي ان 7 الفيس ليفت الجديده هو الوش ده. الوش بتاع العربيه وطي خالص لغايه تحت، المفروض يعني ان ده بيخليها انسيابيه اكتر وبيخليها امان اكتر على المشاة. لا قدر الله لو خبطت حد فيبقى الخبطه جايه في الرجل من تحت، مش شايله الجسم كله فيقع على الكبوت وتحميه وحاجات من دي. ده في الصور كان منظره وحش جدا، انا لما شفت العربيه دي في الصور ما كنتش معجب ب 2 جنيه بشكلها، بس في الحقيقه شكله احلى بكتير من الصور، والعربيه شكلها مختلف خالص في الحقيقه، اللي محتاج تشوفها في الحقيقه بالذات لاعلى فئه دي عشان تتخيل ان شكلها اتحسن بشكل كبير ازاي عن الجيل اللي فات. تمام. من جنب بقى ومن ورا ومن الحاجات دي كلها تعديلات طفيفه جدا، يعني مثلا الجنط اتغير، الفوانيس اللي ورا بقت شفافه من فوق بدل ما كانت حمراء في النسخه البريفيس ليفت كده، يعني شويه تغيرات بسيطه. وجوه الكابينه كمان التغيرات مش كتير قوي. من جوه الانترا هي زي ما هي، نفس القعده اللي ملفوفه حواليك ومحسسك انك متحكم في كل حاجه، نفس القعده الواطيه بتاعت العربيه المفضله جدا جدا بالنسبه لي، نفس الاحساس ان العربيه حته منك كده، ان انت قاعد ماسك كل حاجه بايدك وانت قاعد جوه العربيه. نفس الشاشتين اللي كانوا موجودين في النسخه اللي قبل التحسينات اللي موجوده دلوقتي جامدين جدا، نفس التنظيم بتاعت الازرار، كل حاجه زي ما هي. الاختلاف الوحيد اللي انا حاسه ما بين دي وما بين النسخه اللي قبل كده هو ان الخامات قلت شويتين في بعض الاماكن. يعني مثلا الجزء بتاع الكونسول الوسطي ده كان الاول عليه زي جلد كده لونه بيج في النسخه اللي كانت وايت اديشن في البريفيس ليفت، كان احلى بكتير من البلاستيك اللي موجود دلوقتي. البلاستيك اللي موجود دلوقتي احساسه رخيص شويتين بصراحه في المكان ده. المكان ده كان محتاج يبقى بيانو بلاك او اي حاجه ثانيه تدي شويه فخامه العربيه، خصوصا ان العربيه دي مدججه بالتجهيزات، العربيه دي مش بخلانه خالص في التجهيزات. ايه التجهيزات بقى اللي موجوده جواها؟ عندك شاحن وايرلس، عندك الشاشتين زي ما قلت فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو، عندك فتحات يو اس بي سي وفتحات يو اس بي عاديه، عندك فتحه السقف، عندك كراسي كهرباء للسواق وللراكب اللي جنبه، عندك كراسي جلد. ولو ان برده حاجه ثانيه مش عارف ليه مش حاسس ان الجلد ده بنفس جوده الجلد اللي كان في البريفيس ليفت، يمكن بيتهيألي او يمكن يكون كانت نسخه مختلفه مش عارف. برده حاجه ثانيه، النسخه البريفيس ليفت في النسخه الوايت اديشن اللي كنت جربتها كانت بتنزل بنظام صوت من بوز، هنا نظام صوت عادي وصوته لا يقترب تماما من جوده نظام الصوت اللي كان موجود في العربيه في الاول بتاع بوز. بس فالعربيه من جوه مليانه كماليات، ولكن بقى في احساس شويه انها مش على نفس مستوى الجوده اللي كان موجود في البريفيس ليفت، وده الحقيقه يعني. طيب المساحات من جوه عامله ازاي؟ هي نفس المساحات اللي موجوده قبل كده. العربيه مريحه من جوه، تشيل شخصين ورا مرتاحين او 3 اشخاص لو رفيعين. العربيه مساحه الشنطه بتاعتها هايله جدا. مساحات التخزين اللي جوه ضيقه شويتين، يعني في مساحات تخزين كتير ولكن مساحتها ما هياش كبيره قوي، ولكن العربيه عامه مريحه. هي الانترا العاديه اللي احنا متعودين عليها، مفيش تغير في المساحات الداخليه بشكل كبير. ايه الميزه المهمه جدا في الانترا واللي خلتها نجحت طول السنين اللي فاتت دي
ولسه مكمله في نجاحها انها عربيه ما بتحبش الفزلكه، عربيه بسيطه وقريبه لقلبك، عربيه سهل ان انت تتواصل معاها وان انت تاخد قرار ان انت تشتريها. ولكن في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي ده وفي وسط الاسعار اللي احنا فيها دي، الفزلكه بقت مهمه جدا، خصوصا مع وصول عربيات صينيه كتير للفئه السعريه دي. اخر مره كنت بجرب فيها الانترا سي ان 7 دي، كانت العربيه اعلى فئه فيها اللي احنا كنا بنقول عليها وقتها غاليه جدا، كانت تحت ال 500,000 جنيه. ودي دلوقتي اسعار احلام واماني، بنتمنى ان احنا نرجع لها تاني وربنا يكرم ان شاء الله والجنيه يشد حيله يعني. بس المهم ان دلوقتي الانترا بقت في رينج سعر تاني خالص، بقت تقريبا فوق المليون ونص، ودي حته بقت مسحومه قوي بالعربيات الصينيه اللي بقت المنافسه بتاعتها صعبه، لانها كلها بتتفزلك، كلها بتقدم اوبشنز كتير، كلها بتقدم اختيارات كتير، وكلها بتقدم تجارب مختلفه. فطبيعي ان العربيه البسيطه اللي زي العربيه دي اللي كانت الاول معتمده على البيع بتاع الفئات القليله منها، وقليل قوي اللي كان بيروح للفئات الاعلى تجهيزا، بقت العكس تماما. بقت من رايي دلوقتي المهم انها تتكلم عن الفئات الاعلى تجهيزا زي اللي احنا بنجربها دلوقتي دي، الفئه اللي بتديك تجربه مختلفه، تديك تجربه الفزلكه. العربيه دي زي ما قلت لك سهله وبسيطه لقلبك، وقعدتها حلوه. قعدتها حلوه دي مش في المسامره والنكت والضحك يعني، لا، قعدتها بجد حلوه في السواقه، القعده بتاعتها منخفضه، فتحس انك قاعد كجزء من العربيه، كل حاجه لافه حواليك، كل حاجه قريبه من ايدك، كل حاجه سهله الاستخدام. العربيه مساحات الرؤيه فيها ممتازه جدا برغم انك راكب عربيه سيدان، لانك شايف كويس جدا جدا حواليك. القعده القريبه من الارض دي بتديك ثقه اكتر في السواقه في العربيه، ودي حاجه مهمه. الانترا بتيجي بنفس الموتور الاعتيادي اللي بتيجي بيه بقالها كتير جدا، ودي ميزه في الانترا ما هياش عيب، دي واحده من اكتر نقط القوه بتاعتها اللي بتخليها تبيع لغايه دلوقتي اصلا، ان هي عربيه اعتماديه ومكمله في الاعتماديه دي زي ما هي بعيدا عن الفزلكه. العربيه بتيجي بموتور 4 سلندر 1600 سي سي، الموتور المعروف جدا بقوه 126 حصان وعزم 155 نيوتن متر، والموتور ده متوصل بفتيس اوتوماتيك من 6 سرعات، فتيس اوتوماتيك اعتيادي جدا، مفيش فيه برده اي اختراعات ولا اي افتكاسات. اداء العربيه دي من 0 ل 100 كيلو الحقيقه مفيش ارقام رسميه، ولكن اظن ان هو في رينج ال 10 ثواني، وهكتب لكم برده التجربه على الشاشه اللي احنا جربناها بتاعت العربيه على ارض الواقع عامله ازاي. المهم ان الموتور ده زي كل موتور هيونداي بيميل دايما للاداء على عدد اللفات المرتفع، يعني هتلاقي العربيه في طلعتها مفيش فيها الاكشن ولف العجل على الفاضي والصريخ والحاجات اللي احنا بنشوفها في عربيات تانية دي اللي بيبقى العزم فيها بيطلع على ار بي ام قليل. هنا العربيه بتطلع طلعه هاديه شويه، ولكن الاداء بيتحسن بشكل كبير لما بتطلع على السرعات المتوسطه او على السرعات العاليه. يعني لما تلاقي نفسك طلعت من اول سرعات 60 70 بتلاقي اداء العربيه بيتحسن في التسارع بشكل كبير. العربيه كمان عندها القدره انها توصل لسرعات عاليه، يعني مثلا بتوصل ل 200 كيلومتر او اكتر من كده بسهوله، برده مفيش في عندها ازمه في الحته دي، على الرغم ان ارقام الاداء بتاعتها ما هياش مبهره، يعني 126 حصان رقم ما بقاش كبير في الزمن ده، لانها متوازنه جدا وبتقدم اداء كويس جدا للاستخدام العادي وحتى لاستخدام الناس اللي بتحب تتشاقى شويه يعني. فمش هتيجي مثلا على طريق رايح جاي وتبقى عايز تطلع من عربيه نقل وتلاقي نفسك اتزنقت وخايف ومش عارف تعمل ايه، هتلاقي نفسك ما انتش متضايق لو العربيه محمله وطالعه بيك على مطلع، كل الحاجات الجميله الظريفه دي. ولو ان صوت الموتور بيعلى وده طبيعي جدا، لان زي ما قلت لك هو بيحب يشتغل على عدد اللفات المرتفع، فعشان تاخد منه الاداء الكويس ده بتدوس عليه وصوته بيعلى معاك شويتين، ولكن هو بيديك الاداء اللي انت عايزه او اللي انت متوقعه، الاداء اللي هو مش بتاع العربيات التربو اللي بتقعد تجري وتفرك وارقام الاحصنه بتاعتها عاليه، ولكن الاداء العادي اللي انت متعود عليه بتاع الانترا. والحاجه الثانيه اللي بتكمل الموضوع ده هي الفتيس، فتيس اوتوماتيك عادي جدا، سلس جدا وناعم جدا، مفيش بقى مشاكل في النقلات الاولانيه انها خشنه وبعد كده الدنيا بتنعم، مفيش مشاكل في الطلوع في النقلات او النزول، كل الحاجات الجميله بتاعت الفتيس الاوتوماتيك المعتاده دي. استجابته متوسطه، يعني ما هواش بطيء قوي ولا بيتاخر قوي عليك في الاستجابه، وما هواش برده سريع اللي هو بينتشك النقلات قبل ما تفكر فيها، ولكن هو فتيس عادي جدا وطبيعي جدا ومريح جدا للناس اللي بتدور على فتيس مفيش فيه وجع دماغ ولا قلق. طيب استهلاك البنزين بتاع العربيه كمان متميز قوي، العربيه في استهلاك البنزين على الطرق السريعه ممكن توصل معاك ل 7 لتر، وده استهلاك ممتاز، وفي المشي جوه البلد او في الجري او في الزحمه وفي الحاجات دي هتلاقي الاستهلاك ما بين 8 ل 8.5 لتر، وده برده استهلاك كويس قوي. واقصى قرص على العربيه هتلاقيه بيوصل الاستهلاك معاك ل 11 و12 لتر، ودي ارقام لا زالت كويسه بالنسبه للسرعات العاليه والحاجات دي وبالنسبه للفئه دي من العربيات. فالعربيه عامه في استهلاك البنزين كويسه قوي، والميزه كمان انها شغاله ببنزين 92، فانت مش محتاج تحط 95، فهتوفر برده شويه ومش هتحتاج بيها لو انت في حته بعيد عن القاهره ومش لاقي بنزين 95، عشان دي بقت ازمه بالنسبه لي في السفريات البعيده قوي عن القاهره. والثبات عامل ازاي؟ الحقيقه ان الجيل ده من الانترا اتحسن عن كل الاجيال اللي فاتت في الثبات، وانا قلت ده في تجربه العربيه اللي قبل دي، والعربيه دي بتكمل نفس الموضوع بالظبط، مش حاسس باختلاف في الثبات. العربيه اللي انا بجربها دي بالجنط 17 بتاع اعلى فئه، فمستوى الثبات فيها كويس قوي. العربيه وانت ماشي على الدائري مثلا وبتجري مع مطبات الهواء العربيه متماسكه كويس جدا. العربيه في السواقه على السرعات العاليه ما هياش اكتر عربيه
ماسكه في الارض وبلانتد زي ما بيقولوا وبتاع، بس العربيه بتديك مستوى ثقه فيها ممتاز جدا وكويس جدا على السرعات العاليه. العربيه كمان في الملفات بتأدي اداء كويس، ما هواش وحش، ولكن عشان العفشه طريه في العربيه شويه وعشان التعليق اللي ورا في العربيه متصل، فالعربيه ممكن تلاحظ فيها لو انت قرصت عليها قوي في الملفات السريعه ان الظهر بيتزحلق شويه، او ان العربيه بتتعامل بنعومه شويه مع المطبات بتاعه الهواء، ولكن ما بتفقدش السيطره. يعني مش مثلا على الدائري وتلاقي نفسك نطيت نطه بالعربيه وانت بتجري، فتلاقي نفسك نازل على لايف في القاهره 24 وانت حاضن الاتوبيس الترددي الجديد. لا، الموضوع مش كده خالص. العربيه فيها مستوى كويس قوي من الثقه، فيها مستوى جيد من الثبات ومستوى جيد من التوجيه. ما هياش اكتر عربيه سيدان رياضيه تنطيطه فظيعه، ولكنها بتقدم مستوى اداء كويس في العموم. ودي النقطه المتميزه في الانترا، انها ما هياش فشيخه في حاجه اكتر من انها اعتماديه والريسيل فاليو بتاعتها كويسه وكل الحاجات دي، ولكنها ما هياش وحشه في حاجه. هي العربيه المعتاده كده، الحلوه، الحاجه الطبيعيه اللي انت بتدور عليها، وهو ده سر النجاح الاساسي. طيب مستوى الراحه عامل ازاي؟ زي ما قلت لك العفشه العربيه هنا ناعمه، فهي بتتعامل مع المطبات على السرعات البطيئه وعلى السرعات العاليه كويس جدا. العربيه ما عندهاش اي مشكله في النقطه دي خالص. العربيه كمان بتفضل محافظه على نفس المستوى ده حتى وهي محمله، يعني ما بتضغطش المساعدين قوي لتحت فتحس ان العربيه فقدت كل النعومه اللي هي فيها. لا، العربيه بتبقى لسه بتقدم مستوى راحه كويسه، فهي عربيه مناسبه جدا للعائلات بالنسبه للحته دي. ولكن انا عندي ملحوظه كده غريبه، الكرسي ده انا كنت متخيل ان هو كان اريح من كده في النسخه اللي قبل كده. ما اعرفش هل حصل اختلاف في الكرسي ولا اختلاف في الخامات، بس الكرسي ده بالنسبه لي مش بنفس مستوى الراحه بتاع الكرسي اللي كان موجود قبل كده. دي ممكن تكون تهيؤات مني انا، ولكن احساسي برضو كنت عايز اوصله. فكرسي مستوى الراحه بتاعته اللي بيقدمها دلوقتي بالنسبه لي متوسط، ما هوش جامد قوي وما هوش وحش ولا يتعب، لا يعني في المعقول. الجانب بقى الممتاز جدا في العربيه دي هو جانب التكنولوجيا وجانب الامان. العربيه زي ما قلت لك هي كانت محتاجه انها تتفزلك شويتين عشان تطلع لمستوى المنافسه اللي موجود دلوقتي في السوق. فالعربيه فيها تكنولوجيا كتير، زي مثلا موضوع ان انت لما تيجي تبطل عربيه تفكرك لو انت ناسي الموبايل في الشاحن او ناسيه في الكابل ومتوصل بالشاشه، او لو ناسي حاجه على الكنبه اللي ورا، فدي نقطه ممتازه جدا. زي برضو موضوع ان العربيه وانت خارج من الركنات العموديه بتحذرك لو في عربيه جايه من النقطه العاميه وانت مش شايفها، وبتحذرك لو جيت تفتح الباب وفي عربيه جايه من جنبك عشان ما يخبطش الباب. فدي برضو نقط كلها ممتازه وجميله جدا. زي برضو العربيه ان فيها موضوع انك تدورها من الريموت عن بعد في الصيف، فتظبط التكييف وتشغل عربيه وتخلي العربيه تبرد قبل ما انت تجيلها. زي مثلا موضوع الاكتيف هاي بيمز، فالعربيه بتتحكم في النور العالي بتاعها وتنوره وتطفيه حسب ظروف الطريق، فما تحتاجش بقى ان انت طول ما انت ماشي تفضل يا مدي العالي عمال تقلب يا عمال تطفيه عمال تشغله، هي بتتعامل في الموضوع ده مع نفسها. وحاجه كمان طبعا موضوع البلايند سبوت، العربيه بتقول لك لو في عربيات في النقط العاميه بتاعتها يمين وشمال فالمرايه بتنور عشان تحذرك. وبعدين عندك بقى تجهيزات الامان. العربيه دي اتطورت في حاجه، هي حاجه صغنونه قوي بس يعني هقولها، وهي ان الفئه الاولانيه منها في اخر ريفيو عملته كان فيها ايرباج واحده، هنا من اول فئه بقى في 2 ايرباجز، فده تطور كويس وفيهم كامل انظمه الامان. عندك بقى الاكتيف سيفتي او الامان النشط، ده بيكون موجود في الفئه الاعلى تجهيزا اللي انا بجربها دي، وفي حاجات منها موجوده كمان في الفئه الثالثه، بس ده اتطور بشكل كبير جدا. العربيه بقى فيها اكتيف كروز كنترول، بقى فيها مثبت سرعه تفاعلي بيظبط نفسه على العربيه اللي قدامك، فتدي له السرعه وتدي له المسافه اللي بينك وبين العربيه اللي قدامك، وهو بقى لما يزود السرعه هو يزود معاه، لما العربيات اللي قدامك تبطأ هو يبطأ معاها، فده بيريحك جدا على الطرق السريعه. زي برده موضوع اللينك يبقى اسيست، ان العربيه بتظبط نفسها جوه الحاره المروريه وبتحذرك لو خرجت براها. بس هنا كمان في نقطه زياده، ان هو بيحافظ على العربيه في نص الحاره، فما تلاقيش بقى العربيه ايه عماله تتطوح زي العلامه السكرانه ما بين الخط اليمين والخط الشمال، لا هي ظابطه نفسها في وسط الحاره بالظبط، ودي نقطه مريحه جدا وحلوه جدا. زي برده كمان العربيه فيها فرونت كوليجن وورنينج، فالعربيه بتحذرك لو هتخبط في حاجه قدامك، وفيها ايمرجنسي بريك، فالعربيه بتمسك فرامل لو لقيت ان انت ما بتستجبش لانها بتحذرك انك هتخبط في حد قدامك، ودي كلها نقط ممتازه جدا. صحيح النقط دي مش موجوده غير في النسخه الاعلى تجهيزا، ولكن هي دي الحته اللي انا بتكلم عنها من اول الريفيو، ان احنا خلاص بقى محتاج ان انت تطلع من الانترا بتاعت الفئه الاولى والثانيه للانترا الاعلى تجهيزا، لانك كده كده هتدفع، فلازم تطلع للحته دي عشان تحس ان الانترا فعلا بتديك القيمه مقابل، ولا بلاش موضوع القيمه مقابل سعر ده عشان دي بقت كلمه حساسه قوي في الوضع اللي احنا فيه ده. واخيرا طبعا في النسخه الاعلى تجهيزا دي العربيه بقى فيها 6 ايرباجز، والحقيقه ان ده مش بس في النسخه الاعلى تجهيزا، ده بيبدا من الفئه الثالثه، فهو اول فئتين 2 ايرباجز وبعد كده الثالثه والرابعه فيهم 6 ايرباجز. كنت اتمنى لو كله فيه 6 ايرباجز، بس يعني ايه ده المعتاد مع الانترا، ولو ان زي ما قلت لك في تحسن ان الفئات الاولانيه بقى فيها 2 ايرباجز مش واحده بس. طيب بالنسبه للتكييف، تكييف ممتاز جدا، وبالنسبه لعزل الصوت، عزل الصوت كويس قوي الى حد كبير بالنسبه للضوضاء الخارجيه وبالنسبه لاصوات تفاعل العفشه مع الطريق، فانت مش سامع الضوضاء اللي بيحصل تحت العربيه، وفي نفس الوقت برضو الضوضاء اللي حواليك
معزوله شويتين، ولكن الصوت الجهوري جدا جوه العربيه هو صوت الموتور لما بتدوس عليه. لما بتدوس عليه صوته بيعلى وبيبقى واضح جدا جوه العربيه، فدي النقطه اللي تؤخذ على موضوع عزل الصوت. الخلاصه في هيونداي الانترا السي ان 7 الفيس ليفت الجديده، هيونداي الانترا كان طول عمرها العربيه اللي بتبيع بالبساطه، ولكن دلوقتي موضوع البساطه ده ما بقاش ينفع. السوق اتغير وبقى فيه منافسين كتير، وزي ما قلت لك بقى فيه فزلكه كتير. فدلوقتي لو هتبص للانترا محتاج تبص لها من منظورين اتنين بدل ما كان واحد بس. طول عمر الانترا كنت ببص لها منظور العربيه الاعتماديه اللي ما فيش فيها مشاكل، اللي زي الجنيه الدهب بتشتريها وحافظه سعرها وكل الحاجات الجميله دي. دلوقتي لا، محتاج يا اما تبص للانترا بالمفهوم ده وتجيب الفئه الاولى والثانيه منها، ولو ان ساعتها ما في اختيارات ثانيه ممكن تبص عليها، او تبص لها من المنظور الجديد اللي انا رايي ده اللي يمشي عليها دلوقتي، وهو منظور انك بتجيب عربيه كوري معروفه اعتماديه جدا مليانه اوبشنز وفيها مستوى امان متطور جدا جدا جدا، والعربيه دي اقل من منافسينها اليابانيين او الكوريين اللي هم كورولا واوكتافيا مثلا، يعني بفرق كويس في السعر، اقل منهم بفرق كويس قوي في السعر بالنسبه لاسعار السوق اللي موجوده دلوقتي. فدي بقت نقطه القوه بتاعت الانترا دلوقتي، عربيه شكلها مميز من بره من رايي يعني، ولو ان الفيس ليفت الجديد ده يختلف عليه الناس ما بين ناس بتحبه وناس بتكرهه، وعربيه فيها مستوى تجهيزات في الامان مش موجود في منافسينها اللي انا قلتهم دول، وفي نفس الوقت تتقدم في السوق باسعار اقل منهم. فدي نقطه محتاج تبص للانترا منها، او تبص لها من النقطه المعتاده اللي عمرها ما خيبت مع الانترا قبل كده، اللي هم بتوع الفئه الاولى والثانيه، ان احنا نجيب عربيه في ارخص سعر في اقل فئات، وعربيه اعتماديه واحنا عارفينها وحافظينها وحاجتها موجوده وكل الكلام ده. بس كده. فدي خلاصه الانترا. تنفعك امتى؟ الانترا طول عمرها بتنفع كل الناس، يعني عندك عيله هتمشي، شاب لوحدك هتمشي، كل الكلام ده. بس الفكره ان انا ما اقدرش احصرها لك في تجيبها امتى وما تجيبهاش امتى الا اذا كنا بنتكلم عن فئه محدده. الفئه الاعلى تجهيزا من العربيه ما تجيبهاش من رايي في حاله واحده. لو انت عايز عربيه ادائها الرياضي جامد، عايز عربيه من الاخر تربو، حاجه بقى 150 حصان 160 حصان من الحاجات اللي احنا بنشوفها دلوقتي دي، ساعتها مش هتوفي معاك في الحته دي. لكن فيما دون ذلك عربيه فيها الراحه وفيها الثبات وفيها التكنولوجيا وفيها الامان وفيها كل الحاجات الطبيعيه اللي انت ممكن تحتاجها في عربيه، فما عندكش مشكله في الحته دي. لو حد فيكم بقى عايز يسال عن حاجه معينه او فئه معينه في العربيه، يا ريت تكتب لي في الكومنتات ان شاء الله ارد عليك. بس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تتابعونا على يوتيوب وعلى فيسبوك وعلى بقيه المنصات، وتشوفوا الفيديوهات القصيره اللي بنقدمها ما بين الريفيوهات. سلام.